ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة كده خلاص الأولاد راحوا المدرسة. عملت كوباية شاي بلبن والبسكوتة دي بتاعة المدرسة، كده قلت ايه أفطر بيها. وبعد كده علشان أشوف ايه الحال وايه اللي ورايا، ده ثبت الغسيل كان فيه هدوم في البلكونة، لمتها أول ما بصحى على طول. الأرض هنا عايزة تتلم والدنيا عايزة تتظبط، مكان المخدات، مكان الهدوم اللي غيروها من المدرسة، الكوبايات اللي على المكتب، الحاجات دي كلها. يعني هي الشقة مش هي كويسة، يعني ماشي حالها، بس هي عايزة ايه؟ من فوق فوق كده تترتب. بس قلت الأول أشرب كوباية الشاي بلبن بتاعي، وبعد كده أشوف إن شاء الله يومنا هيمشي ازاي. الهدوم اللي في السبت دي نظيفة، هي بس عايزة تتطبق وتتشال في الدولاب. شوية طلبات جابها جوزي، هو راجع من الشغل جاب لنا ملوحة لأن أنا بعشقها. ولو حطولي 3 كيلو ملوحة متهيألي ان انا يعني هاكلها كده. ساعات بقليها بزيت وبحط عليها طحينة، وساعات بقشرها كده زي ما هي وبعصر عليها ليمون بقى وشوية بصل، مخرطاهم وعصر عليهم ليمون، واديني بقى ايه اكل ما بطلش. كمان جاب لنا فشار لان الاولاد بيحبوا الفشار خالص لما بعمله لهم بالليل. كمان جاب لنا نص كيلو عدس، وجاب لنا نابت، جاب لنا طماطم، جاب بطاطس، ودي غلة للطيور. يعني بصوا هنحسبها كده، يعني على مدار الاسبوع هنقول مثلا يوم ناكل، يوم يكون غدانا عدس، يوم نابت، يوم بطاطس ومكرونه، يوم مثلا مسقعه. والحمد لله بتتقضى بفضل ونعمه من ربنا. ربنا يا رب يديمها علينا النعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. النابت ده كده في راجل بيعدي من قدام الباب دايما، جوزي بيجيب لنا منه. والطماطم والبطاطس الاسعار كلها غاليه، البطاطس دي طبعا اللي بتتقلي، فالله المستعان، ربنا يعيننا ويقوينا يا رب في بيوتنا. وبص اسيبكم كده واعمل ايه، اروح بقى اكل ملوحه. يا سلام، حط بقى 10 ترغفه 5 ترغفه وكلي بقى ايه من غير ما تفكري. كمان جاب لنا فلفل، وجاب ازازه البريل دي. انا ازازه البريل دي بجيبها، وبجيب برضو البريل اللي هو ساب اللي هو الناس اللي بتعدي في الشارع وكده، وبخلط ده على ده، لان التاني برضو ايه مش بينظف او مش بيعمل روعه، وده برضو بيكون غالي، والمواعين طبعا تحت وفوق كتير جدا. فانا بجيب ده وعلى ده بخلط الاتنين وبحط عليهم خل، ويعني بيكون معايا تمام وزي الفل، وبيقعد ايه فتره ووقت اطول. طبعا الاسعار انا مش عارفه الاسعار وصلت لكام دلوقتي، لان جوزي بيجيب الحاجه على بعضها وانا ما بعرفش اسعار كل حاجه، بس انا اعرف النابت ان الشويه دول ب5 جنيه. كده فضيت العدس والفشار في برطمانات علشان احطهم في التربو عندي. وده الزيت بتاع التومين، احنا بس بيكون نفرين بس في بطاقه التومين لان اولادي ما نضافوش في البطاقه. وكمان 3 كيلو سكر. وهنا فضيت الطماطم في طبق، والبطاطس كمان حطيتها هنا، والفلفل حطيته هنا علشان احطهم في التلاجة. طبعا ازازتين زيت بس مش بيكفونا، ده احنا بنشتري عليهم ازازتين وتلاتة تاني، لان احنا بنستخدم الزيت كتير جدا في كل حاجة تقريبا بنستخدم فيها الزيت، فما بيكفوناش. والسكر يعني ساعات بيكفونا 3 كيلو، ساعات بنجيب كيلو تاني عليهم. والحمد لله فضل ونعمة من ربنا، كل اللي موجود في بيوتنا الحمد لله بيكفي وبيوفي وبينفعنا وبينفع اولادنا. الحمد لله كده اتغدينا. جوزي جاب لنا فراخ مشوية جاهزة، فاتغدينا الحمد لله فضل ونعمة من ربنا. وبعد كده ايه عملنا كوبايتين شاي كده وكوباية قهوة، وقلنا نيجي كده الجنينة نقعد شوية. دلوقتي تقريبا الساعة 5 كده بالظبط بعد العصر، فقلنا كده نيجي نقعد شوية ونشوف جوزي لو كان وراه حاجة يعملها. ده الخشب والجريد اللي احنا اللي الراجل يعني جه ظبط بيه الشجر وكده. جوزي حط كل حاجة مع نفسها، يعني الورق ده والفروع الصغيرة الرفيعة دي حطها لوحدها، والخشب ده حطه لوحده. وكمان زي انتوا ما انتوا زي ما زي ما انتوا شايفين كده. ثواني اقرب لكم شوية. الجريد ده كده بتاع النخل، ده كله كده هنقشر الجريد بتاعه
ان شاء الله. بس سيبناه لغايه ما ينشف شويه، وانا طبعا من ابني مش عارفه اعمل اي حاجه خالص. شجر كتير من الجوافه جوزي وكده يعني وقعوه، لاني مش محتاجينه، او خلاص يعني ايه الشجره سبحان الله موتت كده من تحت فملهاش لازمه. بس وجوزي جاب الخشب ده كده اللي احنا برضو بنقيده في الشتاء ورصه كده على الحيطه، فحطوا كل حاجه جنب بعضها كده علشان تسهل عليه. اتغدينا وفطرنا، واولادي رجعوا من المدرسه ورحنا الجنينه قعدنا شويه. قلنا بقى نعمل ايه، نيجي بالليل كده ونشوي البطاطا. هي اي نعم بطاطا كبيره شويه، بس ايه الفرن بينشف البطاطا لو قعدت صغيره. وكده كده بما انها بتتشوي بس هتاخد ايه، تاخد راحتها على البوتاجاز على الفرن. طبعا شتا يعني بطاطا يعني بليله، يعني بليله قمح. الحاجات اللي زي كده طبعا في الشتاء مطلوبه. اللي هيقول لي انت ليه ما غسلتش البطاطا، انا ما غسلتش البطاطا لا، لان اولا طبيعي احنا بناكلهاش بقشرها طبعا. تمام. تاني حاجه احنا بنعمل ايه، اول ما بتتشوي غير لما بتتسلق. لكن لو هتتسلق او تتحط في ورق فويل او في ورق على البوتاجاز اكيد طبعا كنت هغسلها. لكن هنا انا ما غسلتهاش لان هي بتتشوي، وبعد كده احنا بنفتحها كده من النص وبناكل بالمعلقه وبنشيل القشره خالص، لان مع الشوي القشره بتنشف واصلا ما بتكونش تقريبا كده ليها وجود. بس هو بيني وبينكم كده انا مش عايزه اقفل الفرن علشان انا بتدفى كده قدام الفرن في سخونة الفرن. يا سلام بقى لو في
احنا بنقول عليه شامي او مشوي او ذرة مشوي. تمام. لو في كمان كده وحطيتهم في الفرن مع البطاطا يا سلام، هيبقى دي ايه، مية مية. يبقى مش عايزين حاجة تاني على كده، كوبايتين قهوة ولا فنجانين قهوة، تبقى الامور كده تمام ماشية معانا وزي الفل. انا خلصت تحميص البلح كله الحمد لله، خلصت كمية البلح كلها اللي انا كنت محمصاها الحمد لله. يعني حمصت كمية كبيرة جدا، اخدت فيها 4 ايام. كل يوم كنت ايه اجي بالليل زي كده وحمصت لي مثلا حوالي ايه 10 كيلو 15 كيلو، لغاية ما الحمد لله خلصتهم.